نطبخها ونصفيها بالفروش ونبردها ونعبيها بالكنك. الحمد لله، الف الحمد لله ان دار المرأة دعمتنا والله وشلون مأمنت لنا شغل وكل شيء. الحمد لله دحجينا نساعد اطفالنا وامنوا لنا بيت مونا. لا والله دار المرأة حيل وضعها، والمرأة حيل شغلها زين وحيل مع العالم زينة. هذه امنت لنا وقاعد نشتغل وقاعد نساعد عيالنا وقاعد الحمد لله. لا والله المرأة الله يعطيها العافية وإن شاء الله دوم الله يقدرها وتدعمنا النوم بالنوم. هدى من منطقة الكسرة. هذا الفرن عمل بالفرن صار لي 2 سنين ونص. يعني نبدأ بالعمل من الساعة 4 بالليل للساعة يعني 9 ونص 10 حسب ما تكون الأهالي موجودة، يعني حسب ما نشوف. يعني عجينة طبعا كل ما زال يعني كل ما زال الفرن يتحسن أكثر بأكثر، حتى الخبز يطلع أكثر. ودار المرأة نشكر دار المرأة إنه يعني أما لنا الشغل إحنا هسه نشتغل بالفرن 4 بنات وشاب معانا، واحنا البنات يعني نعجن ونخبز، نعجن العجين من نجي نعجن العجين نعبي مازوت، يعني نخبز الخبز نشغل الآليات، يعني كل شيء نشتغله بالفرن الحمد لله. نشتغل من أحسن ما يكون، والمرأة تشتغل مثلنا ومن أحسن ما يكون. بإمكانها تشغل الآليات، تشغل الكهرباء، تشغل المطحنة، حتى مولة المازوت تقدر تشغلها. وشغل الحمد لله رب العالمين. الناس تجي تاخذ خبز وتاخذ كل شيء، وشغل من احسن ما يكون والحمد لله رب العالمين. امورنا تمام والحمد لله بخير. هيك مصدرنا بهالحياه، يعني احنا بدنا شيء بهالصيفيه نعيش منه، معيشتنا على السجر على الكرم. قمنا بتجهيز عده مشاريع، منها مشاريع زراعيه، منها مشاريع صناعيه. طبعا بمنطقه الحكوميه قمنا بتجهيز 15 بيوت بلاستيكية بتوزيع للعائلات الأرامل المعيلات للعائلاتهم في حكومية، في مزرعة حكومية. طبعا من خلال هذا العمل تم استفادة من ضمن كل بيت بلاستيكي استفادة قرابة 15 عائلة بضمن هذا البيوت البلاستيكية. قمنا بتجهيز 6 بيوت بلاستيكية في أرقة السمراء تم استفادة منها 52 امرأة. من بعدها تم تحويل هذه البيوت البلاستيكية إلى الكسرات، ونحن هلا عم نجهز هذا المشروع بشكل تنظيمي وبشكل واسع في حي الكسرات. من ضمنها نحن قمنا بمساعدة قرابة يعني 5000 امرأة في الرقة وريفها، إن كانت من ناحية التوظيف مكتبة تشغيل، إن كانت من ناحية مشاريع صغيرة، إن كان من ناحية اقتصادي. يعني هاي الأمور كلياتها نحن قمنا كلجنة المرأة بتنسيق مع اقتصاد المرأة مع إدارة المرأة، نحن كالعمل التنظيمي في المرأة في الرقة. على هذا الأساس نحن نقوم بتوسيع مشاريع للمرأة من أجل دعم المرأة من خلال مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية كمان. حسب إحصائيات اللي نحن بين إيدينا أنه قرابة 80% لدينا أرامل ومطلقات وذوي احتياجات الخاصة، فهي تعتبر كبند أساسي أنه لازم المرأة هي تكون هي أساس العائلة وهي تكون ببناء العائلة. فنحن بدورنا نحن كلجنة المرأة نقوم ونسعى دائما أنه نساعد المرأة من خلال بند الاقتصادي. الخطط المستقبلية اللي موجودة لدينا بوقت الحالي، نحن في عندنا تجهيز مشروع سوق التسوق مهرجاني في الرقة. نحن كلجنة المرأة في عندنا ضمنها 3 محلات تابعة للجنة المرأة، من ضمنها في عندنا فعاليات تخص لجنة المرأة، فرق فلكلورية كمان تخص لجنة المرأة، نحن كلجنة المرأة رح نتابعها. في عندنا مشروع المنظفات نحن عم نتابعها، خطط مستقبلية هي بتكون لنا. تجهيز 6 بيوت بلاستيكية
في حي الكسرات هي طبعا نحن بدأنا بتجهيزه، راح نبلش بعمله إن شاء الله بالشهر العاشر. في عندنا 3 دورات محو الأمية، نحن كل دورة فيها 35 رفيقة بأعمار من 13 سنة ل 40 سنة. هي تعتبر عندنا خطة مستقبلية بالأيام القادمة.